قال انا اشيل دعوه من هذا وحط امراه هذا، قلت ما عاد اربع دعايات طلب مني صدام والمحامي مالته موجود اسمع ابن عمي ما اخذت عربي، قلت ما عابت المروه هذا ما شرب اخوان ابد. انا مين اللي جبت لك 4 من انا سويت 16 سنه عمري. يعني الحكومه قامت مساهمات مقابله اي احنا احنا ناس احياء فقره اذا ما في ولا ليش تقدروا اولادنا وحمروا يسولف عليه كذا يمشي عنه احنا عيوننا شفنا يوم حرمنا كله وحمروا. قال انا صاحب احنا بعد الشارع واحد عنده 6 و7 وانا 20 يعني هو شخص واحد 12 واحد ثاني شلون تكتبوا؟ ال 12 شلون تكتبوا؟ وين صاير؟ يعني هذا انا الله يعطيك 12 واحد على واحد هو ما صار والله عندك كفاره ما صار. لا احنا اسلام واحد لا اسلام لا يكون واحد. وين صارت؟ انا مسالك السلام عليكم. استاذ السيد ما راح تروحون والله انا سيد اي ناديهم وطيهم عندهم لهم وقفه صلاح المعتقلين الابرياء بخصوص قانون العفو العام استاذ ظهر عفويه الناس عفويه يطلعون الشارع عن الوزاره لسه حمار رايح على شارع المصور ماكو مسؤول عوالم متظاهرين طالعين تظاهر عفويه استاذ فاضل الاخر يجي كلنا اهالي الديوانيه يعني هم مخبر السري يعني جمل التيار الصقر عادين شلون يردون يعني يحطون عليها مقتول ولا كاتلين الله وكيلك ورحت انا قعدت عد هذا العنوان خابط قال لو كان بريء ليش بكره فيه يجوز كاتب الواجب كله قال لا السكار لك علي الباب وقال هذا احترف عليه كاتب هسه يا غريب العلوم يعني يقول انه المحتفلين الاسباب اللي اعتقلوا عليها هي خصوص الاسباب مو موثقه انه عن طريق فلان والله كتب لك العباس هذا علي طبعا طلب من عندي ما تصدر دفتر مني قال انتم ثاني يوم لما جبتم دفتر هذا احط بيه كارثه منه احط شتون عندي او حاطه عليه شتون وما عندنا مشينا للوالد يا معودين والوالد حالته ضعيفه ما حصلنا الدفتر حكم اعدام. يعني بريئين حاطين في السجون إن هم مقاومين. احنا ما طالب بالعفو احنا اخراج فوري هم مو مجرمين حتى نطالب البرلمان العراقي بإخراج عن المعتقلين الأبرياء المعتقلين الديوانية المخبر السري ماكو مخبر سري مو مختار منطقة